ده تم البدري بدري قوي يا جماعة المرة دي. أنا نفس الخضة ونفس المفاجأة اللي اتفاجئت بيها قبل رمضان بدخول رمضان وما كنتش لحقت أعمل أي حاجة، وحرفيا كنت بلف حوالين نفسي. نفس اللي حصل معايا المرة دي برضو قبل العيد، وحاليا كنت بلف حوالين نفسي، ولكن قررت إن أنا أتلاقي مع الشقة، أتلاقي أعمل لها خطة كده عشان أنجزها كلها. كنت فاكرة في يوم، ولكن للأسف دخلت معايا اهو في يومين، ولكن بحمد الله خلصتها كلها. وعايزة أوريكم بقى أنا التكنيك اللي حطيته لها في المرة دي في التنظيف عامل إزاي. قررت إن أنا أي حاجة هبدأ فيها، سواء إزاز سواء تراب سواء مفروشات، أي حاجة هبدأ فيها هعملها في الشقة كلها. يعني مثلا أنا أول حاجة بدأت بيها إن أنا أنضفها، لأن ما كانش في حاجة غيرها متبهدلة، هي كراسي السفرة وظهر الكنبة بتاعة الأنتريه. بس كده قلت أعملهم بالجهاز وخلصهم، ولكن هوريكم مثال واحد لكرسي واحد، لأن أنا ما شاء الله سفرتي 8 كراسي ودي مية كرسي واحد فيهم بس، متخيلين؟ وبعدين بدأت إن أنا أشيل المفروشات والبيبي لايت بتاع الرمضان، أي حاجة تخص رمضان من الشقة كلها، وأبدأ من بعدها التلميع عشان الدنيا تبقى هادية بقى، أحس باختلاف كبير كده، ونغلف الحاجات دي كويس عشان السنه الجايه تنفعنا. الحاجات دي بلافات دلوقتي. انا كل سنه بشيلهم في البلاكار، الدور الاخير اللي في المطبخ اللي ما بستخدموش عشان مش بطوله، وفي البوفيه بتاع السفره. المهم عايزه افهمكم قصدي لما قلت لكم اي حاجه هبدا فيها هعملها في الشقه كلها. قصدي ان انا لو مسكت مثلا فوطه مبلوله المع بيها الحاجات اللي متبهدله، هاخدها من اول الشقه كلها، من اول الاوضه اللي جوه خالص، الاوضه اللي بعدها، للطرقه، للريسبشن، اي حاجه متبهدله هلمعها، وهكذا في الازاز وهكذا في المفروشات. باخد برضو الازاز من الشقه، من الاوضه اللي جوه خالص لاخر حاجه في الريسبشن، باخد الارض من الاوضه اللي جوه خالص لاخر حاجه في الريسبشن. حسيت الموضوع داخل في بعضه شويه، وكاني بعمل حاجه واحده، مش بخلص اوضه اوضه واقعد فيها فتره اعمل تفاصيلها، لا بلمع من جوه لبره، بمسح من جوه لبره، بغير مفروشات من جوه لبره. ودلوقتي انا بدات في الجزء بتاع الازاز، والجهاز ده انا جبته فرحانه بيه. عايزه اقول لكم يا جماعه الحاجات دي بتبقى، انا عارفه ان هي بتبقى رفاهيه شويه، ولكن هو بجد ودى الازاز في حته تانية. وانتوا عارفيني في موضوع الازاز والمرايات بقعد اجرب حاجات كتير عشان جايبين لي عقده، لان شقتي كلها ازاز ومرايات حرفيا، وانا مش بحب شكلهم يبقى ملوط كده ويبقى مديني ايحاء ان الشقه مش نظيفه. فانا كنت بشوف له فيديوهات كتير قوي، واخيرا طلبته وفرحانه بيه جدا. اجهزه كتير قوي نفسي اجيبها على فكره، فلما جربته بصراحه طلع جميل. وهو فكرته ان انتوا بتصبنوا الحاجه اللي عليها ازاز وبتمشوا الجهاز عليها، بيشفط الرغاوي والميه بدل ما تنزل على الارض، وبدل ما تبهدل، او مثلا ما تيجوا تمسحوها بفوطه او مناديل بتسيب علامات كده، لا هو بيشفطها تماما. انا عارفه ان هي حاجه مش ضروريه قوي، ولكن دي الحاجات اللي بتخليني اتحمس ان انا انضف، بستمتع كده كاني بلعب، فاهمين حاجه؟ وزي ما انتم شايفين كده انا خدت الازاز من المطبخ للاوض وكله مع بعضه. ولكن وانا بعمل حاجات تانية، البنت اللي معايا في البيت كانت برضو فرحانه بالجهاز قوي عامله زي بالظبط. بتعمل برضو في اوض تانية، عملت البيبان بتاعه البلكونه والشبابيك الالموتال، عملت الازاز بتاعهم كلهم، وعملت كمان الحمام، فعجبها هي كمان. وبكده نبقى خلصنا كل مرحله الازاز والمرايات اللي في البيت. نخش بقى على التصبين والحاجات اللي هتدعك. المطبخ طبعا، وانا كانت ايدي في المطبخ طول رمضان، يعني بعد كل عزومه تقريبا كان بيبقى المطبخ فوق بعضه، فحرفيا كنا بنصبن فيه كل حاجه، وبيتعمل اول باول عشان بيبقى عندك عزومه تانية، في ناس تانية جايالك، فمش هتسيبيهم يجوا عندك في المطبخ بالمنظر ده. فالحاجات اللي المفروض ان هي تتنضف، بما اني بقالي اسبوع حرفيا مش بعمل اكل في البيت، البوتاجاز، الشفاط اللي اتملى دهون، الحيطان تتلمع، الحوامل بتاعه البوتاجاز، برضو الحاجات اللي هتتلمع زي الفرن والميكروويف وكده، ودول صبنتهم ولمعتهم. وعملت حاجات طبعا بالبخار، هو اللي بينقذني في الحاجات اللي زي دي. وعملت الظرف بتاعه المطبخ صبنتها، وعملتها برضو بالجهاز، شفط لي الرغاوي تماما، لان دي بقى كانت من اكتر الحاجات اللي بتجير معايا. وعايزه اقول لكم على حاجه، شايفين الحته اللي ورا اللي انا بدعكها، اللي ورا العين بتاعه البوتاجاز دي كانت حله كوارع كده، قعدت على البوتاجاز كام ساعه في رمضان، فعلمت في الرخام وعملت لون زي ما تكون اتلسعت كده او اتحرقت، والرخام عندي ابيض، فشكلها مضايقني قوي. فلو حد يعرف اطلعها ازاي، يا ريت يا ريت اغثوني وفيدوني، لان شكلها مضايقني جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفينها هي صفرة اهي في الرخام ورا العين بتاعه البوتاجاز على طول. وعايزه اقول لكم يا جماعه، انا بجد بفرح ان انا لما بسالكم على حاجه حقيقي بتفيدوني في الكومنتات، بلاقي اراء كتير، وبجرب حاجه بجربهم كلهم، بلاقي حاجه فعلا منهم نفعتني جدا. زي ما انا مثلا لما بلاقي طريقه لتنظيف حاجه بفككم بيها، انتوا كمان بتفيدوني قوي عشان تبقوا فاهمين. الحوامل دي طبعا لازم الجهاز بتاع البخار، لان ده بيدوبها خالص. الاول بجد يعني قبل حوار البخاري اللي طالع ترند ده، كانت حوامل البوتاجاز دي من اكتر الحاجات اللي بتتعبني في التنظيف. بصوا من الحته بس اللي انا بوشتها دي، شايفين اللون اللي نزل عامل ازاي؟ هو نافعني في كل حاجه على فكره. هو كمان غير ان هو بيدوب لكم الدهون والكلام ده، هو بيعقم
وانا بحب فيه الموضوع ده قوي، لان اي بيت فيه اطفال بالذات الارض لما بتعقموها ببخار وكده، وكمان بيسهل عليكم التنظيف، وكمان بيلمع الحاجه قوي قوي قوي. يعني مهما لمعتوها بحاجه للتلميع، لا البخار بجد بيخلي الارض او الحاجات اللي انتوا بتستخدموها، ستانلس بقى، مطبخ، مرايات، اي حاجه، بتلمع زياده عن اللزوم. ومسكت الحته دي على فكره يا جماعه، المقاطع اللي انا بلمع فيها الحيطان او اكباس النور، انا بعمل اكباس النور كلها مع بعض مره واحده اللي في الشقه كلها. اي حاجه بتتلمع بالحتت الصغيره دي كده، انا ببقى عملتها شوط واحد من بره الشقه لجوه الشقه، ولكن انا بوزع في المونتاج مقاطع الفيديو مع حاجات المطبخ مع المطبخ، حاجات الاوض مع الاوض، حاجات الصاله مع الصاله، عشان ما تتوهوش مني، ما يبقاش ايه كله داخل في بعضه. كده ابقى خلصت المطبخ تماما، ولمعت كل الحاجات اللي على الرخامه والحيطه وقفلته. كنت بهزر مع محمود يا جماعه. وكملت بقى مسيرتي فوطه المبلوله زي ما انتوا عارفين. خدت البيبان، اخدت الحيطان، اخدت الاكباس، باقي الشقه كلها زي ما قلت لكم اخدته شوط واحد. وطبعا زي ما انتوا عارفين انا مبيضه الريسبشن عندي قبل رمضان بيوم، ولكن برضو في حاجات كتير قوي اتبهدلت، لان طبعا عزومات، بيجي اطفال مع اطفالي وكده. بصوا عاملين ايه ما اعرفش بيجيبوا الحاجات دي منين يعملوها على الحيطه بجد. فدي كنت مضطره ان انا ادعكها بفوطه كده مرغيه شويه، حاجه بسيطه عشان تطلع، مش طالعه بالفوطه خالص. وشلت بقى فرش الشقه مع بعضه برضه، شلت الكوشنز والحاجات اللي في الريسبشن، شلت سراير اوضه الاطفال، شلت سرير اوضه النوم ده كنت بعمل تحتيه حاجات برضه، بشيل حاجات وبنضف حاجات. وغيرت الملايات، اخدت بقى الاوض كنسه، وبعدها مرحله المسح برضو اخدت بالمكنسه من جوه لبره وبالممسحه من جوه لبره. هنا ما دلقتش ميه بصراحه تاني، ما حبيتش حوار ان انا ادلق ميه في الاوضه تاني، عشان انتوا قلتوا لي ان هو ده اللي بيعمل ريحه او بيكمكم في الغرف. ولكن طبعا في الصاله ما اقدرش، ده عيد بقى. انا بقالي فتره ماسكه نفسي على الحركه دي، انتوا نفسكم بتسالوني عليها، ولكن ما قدرتش الصراحه، ده عيد وانا بحب الحركه دي جدا. الاول كنت بعملها عمال على بطال، وكنتوا بتقولوا لي غلط برضو. ولكن دي الحاجه اللي بتحسسني بزهوه النظافه بتاعه العيد كده. بدلقوا ميه 4 مراحل يا جماعه، 4 مراحل يقطموا الظهر. تدلقوا ميه، تدعكوا بالفرشه، بتلموا الميه بالمسحه اللي بتشفط الميه، بعدين بننشف بالموب، وبعدين بنلمع بالموب بتاعه البخار. وغيرت الغيار بتاعها بقى عشان اتبهدل بره. وعملت بقى كملت بيها الغرف زي ما انتم شايفين، بتلمع الارض جدا. والسيراميك الباركيه ده مش قادره اوصف لكم جماله لما بيتعمل بيها بجد، مش عارفه اجيبها لكم ازاي. ولكن انا عايزه اعمل بلاستر على بيبان الاوض كمان، مش المطبخ بس مش عارفه هنتحرك ازاي في الشقه بجد. انا حقيقه عشان اتذاكيت على الشقه حاولت ان انا اعملها في يوم، خدت مني يومين، من امبارح بالليل لحد النهارده اهو. فحقيقي تعبت وهلكتني ودماغي صدعت خلاص. انا مش متقبله ان هي تتبهدل، مش متقبله ان الولاد يعملوا فيها اي حاجه، ولا محمود، ولا انا نفسي مش عايزه اتحرك فيها اصلا. فعايزه اقول لكم ان برغم كل اللي انا بوريه لكم ده، والبنت عامله معايا حاجات كتير جدا. يعني هي عامله زي ما قلت لكم البيبان والالموتال الشبابيك كلهم، وعامله غرفه الاطفال هي كلها، وغرفه الدريسنج هي كلها، وكمان صبينه الحمام. واتغصت قوي بقى لما صبينه الحمام، لان انا كنت عايزه اصور لكم مقاطع على قد ما اقدر، يعني عشان تستمتعوا بالفرجه على الشقه كلها. بس هي كانت بتسابقني في الشقه بجد، لقيتها مره واحده بتقول لي انت كده هتبقي عملتي كل حاجه وانا ما عملتش اي حاجه. ما اعرفش ليه حسيتها متضايقه، بس سبتها تعمل وانا بعمل، واللي يخلص قبل التاني بقى. انا كده خلصت، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم وعلى امه محمد اجمعين يا رب باذن الله.